شويه رحمه، شويه رحمه يا عم كولر، شويه رحمه يا عم حسين الشحات، شويه رحمه يا لاعيبه الاهلي، شويه رحمه بالناس ديت. الناس دي برضو يعني ناس منافسين لينا وكده. لا اله الا الله. يا مساء الفل والهنا على اعظم واجحد جمهور في الدنيا، جمهور النادي الاهلي اللي سايب الدنيا كلها ومش عاجبه النتيجه، اللي هو بيفوز على نادي الزمالك 4-1 وبيقول ان في سلبيات وفي تراخي من اللعيبه في الشوط الثاني وفي يا جماعه، يا جماعه، يا جماعه مش كده يا جماعه. يعني يعني ناخد وندي بشكل ودي كده مع الناس. لا اله الا الله. المهم يا جماعه، مليون مبروك للنادي الاهلي، فوز مستحق. بصراحه الاهلي بيعمل كل حاجه في الكوره، مارسيل كولر بيعمل كل حاجه في الكوره. الفرقه بصراحه ماشيه بشكل فوق الممتاز. النادي الاهلي شكل ما يكون بيلعب مباراه بطوله، مش فريق مباراه بالنسبه له تحصيل حاصل، لا مفيش خالص. كل الكلام اللي سمعناه من جلسه الكابتن محمود الخطيب مع كولر امبارح، وعدم موافقه كولر لاستلام والدرع في مباراه الزمالك وتاجيله لمباراه الحرس، كل الكلام ده طلع فعلا ان الراجل بيفكر بجديه جدا في المباراه، وان الراجل بيحضر اللعيبه بشكل قوي جدا للمباراه، وان هو فعلا كان مهتم بالمباراه وكانها فعلا مباراه بطوله. شابوه كولر، شابوه لعيبه النادي الاهلي، مليون 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 مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. مش هتكلم على المدرب اللي بصراحه انا على المستوى الشخصي يعني حاسس ان هو عنده بوادر، وفعلا هو مدرب يعني مش سيء، مدرب نادي الزمالك اوسوريو عنده فكر كويس مش بطال، وفعلا محتاج اللي يساعده. بس طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده مش هينفع تلعب النادي الاهلي بالطريقه دي. لو لعبت النادي الاهلي بالطريقه دي وفتحت خطوطك والمساحات بقت واسعه في الملعب، بالتحديد في خط الظهر بتاع نادي الزمالك، هتشيل بسكور. الاهلي عنده سرعات، الاهلي نفسه بيحترم اي منافس وبيدافع، بالتحديد من بعد مباراه سان داونز بتاعت الخمسه، اللي هي تعتبر المباراه اللي عملت بالنسبه لكولر يعني زي ما نقولوا كده سوفت وير، وخلت الراجل يفكر بشكل جدي ان مش كل المباريات لازم تهاجم ومش كل المباريات لازم تلعب مفتوح. بصراحه انا بشوف كولر اتعلم من الدرس ده. اتمنى ان اسوريو يتعلم من الدرس ده. مش كل الناس ينفع تلعب قدامها بنفس الطريقه دي وتفتح خطوطك. وزي ما انا قلت قبل المباراه، هو اللي قلته هو اللي حصل، ان انت لو هتلاعب الاهلي بنفس الطريقه دي هتخسر زي ما انت كسبت المقاولين. بصراحه هو مدرب انا بشوف ان هو عنده امكانيات، بس فعلا محتاج سكواد عشان ينفذ. لو هو عايز يستمر بنفس الطريقه دي، محتاج سكواد قوي جدا عشان يقدر ينفذها.